été réprimandé à l'heure où tout va changer. C'est assez particulier à l'indépendance. L'indépendance l'indépendance le citoyen tunisien. Par exemple, tout simplement les minorités, ça va dépasser le concept historique de l'indépendance, soit le concept actuel, l'indépendance du citoyen tunisien indépendamment de l'État. نسألك شنو هي الخصوصية نتاع الاحتفال بذكرى الاستقلال اليوم؟ شنو هي الخصوصية مقارنة بما سبق؟ الخصوصية الأولى هي تجي بعد ثورتنا المباركة، بعد هالثورة العظيمة، الثورة المواطنية اللي عملوها الشباب وتوانسة والنساء بمختلف شرائح تونس كلها عملت الثورة هذه، كل من موقعه وكل بوسائله. هذه خصوصية، وما أدراك ما الخصوصية هذه. الثانية تجي في وقت اللي التوانسة مهددين في حرياتهم الفردية، في حقوقهم، في الحريات العامة، وين مدنية الدولة مهددة، وين مهددين أيضا في وحدتنا الوطنية اللي كانت دائما عنصر قوة عند التوانسة، مهددين وين رايتنا العزيزة اللي تمثل وحدتنا وسيادتنا وتمثل اللي دم الشهداء اللي احنا أوفياء ليه، وين أنزلت وألقي بها أرضا. دونك النهار هذايا يجي باش خليني نقول باش نعبروا للعالم الكل مع بعضنا أن نناضل من أجل استقلال المواطن اليوم في حاجة لأن ندافعوا عليها باش تكون التونسي كريم حقيقة، راس ومفروع يقول التونسي والتونسية، لأنه لا كرامة ولا تحقيق لأهداف الثورة ولا تقدم ولا نمو بدون كرامة المرأة والرجل. كان نسألوك شنو الفرق بين الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال في السنوات الماضية والاحتفال بذكرى عيد الاستقلال السنة؟ والله عيد الاستقلال نتاع 1956 هو بيدو عنده النخوة وعنده عندنا اعتزاز خاص به، على خاطر نحن زاد ثم وقت للمناضلين التونسيين ماتوا من اجل الاستقلال عام 56، وجاء الاستقلال بفضل سياسة المراحل، السياسة البورغيبية المجيدة اللي أنا واحد من الناس نحبها باسكو جو سوي بورغيبيست. واليوم نحتفلوا بعيد استقلال نتاع اللي نحن باش ناخذوا الديمقراطية وحرية المرأة والمجتمع المدني، ونحبوا باش هذا اللي ناضل من أجله بورغيبة تحرير الفكر، وماهوش الاستبداد، ماهوش باش نبدلوا ثورة أخرى، لا، هذايا تكملة في الحقيقة. الثورة هذه ما تنقصش قيمة في الحقيقة على عام 56 وقت اللي خدينا الاستقلال، لكن هذه بالمنجد تكملة للاستقلال، وهذا الاستقلال الحقيقي. مدام وسيلة كعبي، كان تحكي لنا معناتها في ظل النظام اللي كان قائم في تونس قبل ثورة 14 جانفي، شنو قاسيت أنت؟ وشنو هي الحاجة اللي تنجم تخوف مدام وسيلة كعبي اليوم في تونس ما بعد 14 جانفي؟ في الواقع تاريخ تونس ما يختزلش في وسيلة الكعبي. وسيلة الكعبي هي مواطنة من المواطنات التونسيات، من المواطنين اللي عانوا في عهد الاستبداد، عانوا القمع، عانوا الاستبداد، عانوا التسلط، عانوا حرمان من حقوقهم. لكن 20 مارس اليوم هو مضامين، والمضمون نتاع اليوم يختلف على المضمون السابق. عيد الاستقلال اليوم هو نرنو إليه جميعا في أنه تتكرس حرية التعبير، حق المواطن في الكرامة، حقه في العدالة. 20 مارس اليوم عنده مضمون جديد، إن شاء الله المضامين هذه تكون موضوع معناها نظر لدى المجلس التأسيسي. إن شاء الله المجلس التأسيسي اليوم يعطينا دستور تكرس فيه الحريات الأساسية، الحريات الفردية، كل المبادئ الكونية، وهذايا اللي يجمع التوانسة الكل اليوم. والله هو الخصوصية أنها ذكرى استقلال، يعني أنا ما حققناش الاستقلال، لذلك فإنه الذكرى هذه اليوم نحن نستغلوها باش نعلنوا أن مواصلين وشادين صحيح باش نبنوا دولة الاستقلال الحقيقية،
ضد التخلف وضد التطرف وضد الإقصاء. دولة مدنية قائمة على المواطنة، دولة اجتماعية قائمة على المساواة في الحقوق، دولة تقاوم الفقر، تقاوم التخلف، تقاوم الجهل، دولة ترفع خيار وتحدي التحدي التكنولوجي، تحدي العلم، ترفع راية العلم، ودولة تدافع على الحياة ضد الموت، علمها أحمر وأبيض. عبد الناصر برشا عباد ينجموا يقولوا انه الاحتفال بذكرى الاستقلال اليوم تم توظيفه سياسيا في خضم المعترك السياسي القائم في المجلس التأسيسي وفيما يتعلق بالشريعه وغيرها، ويمكن نمشيو ابعد من ذلك الى اعتبار انه خروج المواطنين اليوم الى شارع حبيب بورقيبه هو ردة فعل على خروج المواطنين نهار الجمعه اللي فات قدام المجلس التأسيسي. شنو تعليقك على اللي نجم يتقال؟ ولا انه هو استغلال سياسيا، هو ذكرى 20 مارس وحدث سياسي معناها مش حدث رياضي ولا ثقافي. اثنين هذوما مواطنين يخرجوا اليوم، مواطنين بمعنى يدافعوا على المواطن، اما واحد يهز يرفع شعار لا للديمقراطيه بالنسبه لي انا مش مواطن، رعيه تابع الرعيه. دونك هذوما المواطنين خرجوا اليوم يجاوبوا في الرعيه. ثم عباد يحبوا يعيشوا في اطار مجتمع رعي، مجتمع الرعيه، لا سوسيتي دو تروبو، وناس يعيشوا احرار. هذوما حتى حد ما نادى الاخر. صار انا ابيل فيسبوك وناس اقترحت باش تخرج، ما معناها عباد متنوعه مختلفه. الحاجه الوحيده اللي تجمعها، المشترك الوحيد هو شعار الدوله المدنيه الديمقراطيه. دونك هذوما مواطنين بالحق يمارسوا في المواطنه، وجايين اليوم يمارسوا في المواطنه بكل تحضر وبكل رقي. هاني واحد نسيتوا دخلوا لي غير جا ربي يبارك من الجمعه. عامل الاجتماع تاع الشريعه يكفي حد قال لك انا ما فهمتش. كان تفسرني انت علاش دخلت هنا في وسط المتظاهرين. عطوني 10,000 عطوني 10,000 عطوني 10,000. انا حر ولا كل حد يعبر على رايه. الحريه بتاعكم. لا ما قرايه بشويه انا ما مع حتى حد، انا ما مع حتى حد، الناس كل تبع خلي عني بيه يا ولدي، خلي عني ديكاش يا خماس، ديكاش يا خماس. التشغيل للصحقاق لا خلافه لا نفاق، التشغيل للصحقاق لا خلاف لا نفاق. جاي النفاق، الخلافه جاي الخلاف. شارع عربي اول بالشعب. حتى مش ما يقولوش هاو معاه وهاو.